نشهد فتنة طائفية. أنا لا أعد أذكر في السنوات الأخيرة متى حصلت فتنة طائفية بسوريا. فلماذا يقال للناس إنه البديل هو الفتنة الطائفية؟ ومن يدعي للفتنة الطائفية؟ الناس تطالب بإصلاح. لماذا يرد على الإصلاح بهذا الهجوم القاسي على من طالبوا بالإصلاح؟ حتى من طالبوا بالإصلاح من داخل المؤسسة يرد بهذا الهجوم القاسي. أصدقاء سوريا اللي طالبوا بالإصلاح يرد عليهم طب كيف يثق أنه أنت تريد الإصلاح وتتهم من يريد الإصلاح بالعمالة؟ أو لنفترض أن هنالك مؤامرة أجنبية. طب جميع الناس الذين وقفوا مع سوريا ضد المؤامرات الأجنبية في حالة المؤامرات الأجنبية يطالبون الآن بالإصلاح بالديمقراطية. ولنفترض أنه توجد مؤامرة أجنبية، معناه الناس ممنوع تأخذ حقوق؟ يعني نفترض أنه في مؤامرات، شو العلاقة؟ إذا أنا أثبتت الآن انه في مؤامره اجنبيه، هذا يعني انه ممنوع الناس تاخذ حقوقها؟ يعني الشعب السوري ببطل بده حقوقه المدنيه؟ بمعنى من يتآمر سيستغل هذه الاحداث، او من يتآمر هو الذي يحرككم، بهذا المعنى ترفع اللافتات. طب يعني حقوق الناس ممتازه بس في مؤامره خارجيه، يعني كل شيء بخير، ما في فساد، ما في اعتقالات بلا سبب، ما في رشاوى، في حريه صحافه، هذه الاسئله التي وفقط في مؤامره خارجيه. هل هذا يعقل؟ او في فتنه طائفيه؟ هل أول سؤال يسأل من قال لهم أن يفعلوا هكذا؟ هذا الشاب الصغير اللي قالوا لي ينط على ظهر، مين رباه هيك؟ ليه رباه هيك؟ إنه هذا من ضمن الأسئلة دكتور عازمي. أحيانا تتبرأ الأجهزة الأمنية الرسمية من هكذا ممارسات. من يعطي الأوامر؟ يعني هل هو اجتهاد شخصي من هؤلاء الأفراد؟ لا الحقيقة شوفي، في كل الدول المركزية الأساسية طبعا في ناس بيتحملوا مسؤولية هذا الكلام، وأول دليل على الإصلاح هو تحميل ناس مسؤولية هذا الكلام، وأول دليل على الإصلاح هو الخروج والقول إنه هذا غير مقبول أو كذا، أو اتخاذ إجراءات. واتخاذ إجراءات ليس بحق أفراد، في حدا ليس فقط قال له أن يفعل ذلك، في طريقة تربية، في طريقة توجيه للتعامل بهذا الشكل مع المواطن، ولا بهذا الشكل ولا بهذا الشكل. في للمواطن حقوق أم لا حتى حين يعتقل؟ فما بالك عندما يعتقل في مظاهرة؟ لماذا يربط بهكذا الشكل ويلقى على الأرض؟ لماذا يضرب بهذا الشكل كأنه بهائم؟ لماذا هذه اللغة التقريعية مع الناس كأنه في أستاذ ومعلم وهن أولاد صغار؟ هذا الشعب النظام في خدمته، النظام ليس مدرس، ليس معلم الشعب، ولا يهذب أخلاقه. النظام في خدمة الشعب.